ودهنه دهنه 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 وحاطه في الفرن اللي هو الحجر. استنوا بس ان شاء الله ادعوا لي، باذن الله هنشوف حاجات تانية ومناظر تانية هتعجبكم قوي. وهنبقى برضو حته نحطها من فوق لغايه لا بس ما نكمرها. دي ودي. بصوا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. وان شاء الله الصينيه تكفي، اتمنى يعني. ليش بيقول لك السر ماشي. احنا هنعمل كده، يا رب بس تكون الصوره واضحه قدامكم. وهنحاول نفتح البطاطس قبل ما، عشان للاسف طبعا هي مزنوقه، فهنفتحها واحده واحده كده. وهنعمل كده ليه بقى؟ عشان احنا عايزينها تستوي من جوه. وانا ما برميش نعمه ربنا يا جماعه، يعني حته بطاطس اللي اتقطعت انا حطيتها جوه البطاطس. ولعت الفرن يا لولو؟ بنتي دخلت قلت لها ولعت الفرن، راحت اولعه. اصل احنا هبقى احكي لكم بقى بعدين عشان ما تشكوش. بصوا يا جماعه، ادي كده احنا عملناها كلها من جوه ومن وادي من بره ماشي. هنغطيها دلوقتي، هوريكم هنغطيها ازاي. دي بقى ممكن تاكليها كده كمان لو مش عايز تحشيها اي حاجه. خلاص، هنحط ورقه الزبده كده، وهنحط عليها ورقه الفويل، وهنكتم على الايه، على الصينيه. ما حدش فيكم قال لي حاجه يعني، هقول لكم هنعمل ايه. هاتي عندك ميه سخنه يا بنات، هاتي. بصوا هنرفع ورقه الزبده اللي عليها البطاطس اهي خلاص، وهنحط بالكاتل شويه ميه. ليه؟ لان احنا ما عندناش وقت. لو عندنا وقت ما كناش عملنا كده، كنت سبتها شوي بس. هي كده 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 ده شوي بس، لان انا بحط من تحت. ومن تحت ليه؟ عشان الصينيه الفرن بتاعنا عالي، فمش عايزين نخلي الايه، الصينيه البطاطس تسع مننا. بس وقفناها خالص اهي. هنحطها الاول 20 دقيقه، وبعد كده نفتح عليها نشوفها. وكل شويه هنفتح ونحط لها زبده والخلطه ديت. بدأتي؟ احنا رجعنا تاني اهو. هنعمل ايه؟ بصوا البطاطس دخلت في السوا، شايفين؟ وما شاء الله يعني. استنوا بقى نجيبها نفسنا جميله. هنعمل نفس الحكايه كده تاني. مش هنحط الورقه من فوق، احنا هنحط جبنه موتزاريلا ونحطها من فوق. ما شاء الله استوت.